عارفين ان في نوعين من الدهون في الجسم؟ الدهون الحشويه اللي هي الفي اف، والدهون اللي تحت الجلد. طيب المفروض ان انا اظبطها ازاي؟ المفروض ان انا يكون في رينج في كل حاجه فيهم حسب الطول والوزن سن ونسبه وتوزيعه الدهون، وطبعا الوراثه. وفي الدهون الحشويه اللي هي بتكون جوه الاحشاء، اللي هي على الكبد، على الكلى، اللي هي بتعمل الكوليسترول والدهون الثلاثيه والكلام ده كله. فدي المفروض ان بيكون ليها رينج. انا علشان انزل دهون فالمفروض ان انا بنزل الاثنين دول. بنزل الدهون الحشويه لو انا عندي دهون حشويه زياده، اللي هي الرينج بتاعها بتكون من 1 ل 9. ناس كتير قوي بتبقى اكتر من كده بكتير. وفي الدهون اللي تحت الجلد، اللي تحت الجلد دي بتكون طبعا نسبتها حسب طول الوزن والسن، دي ما بتبقاش ليها نسبه ثابته. طيب هو انا المفروض انزل الاثنين؟ المفروض ان انا انزل الاثنين، اخلي ان انا جسمي مظبوط، توزيع الدهون مظبوطه، شكل جسمي مظبوط. ده اللي هو نزول الدهون. والنزول الدهون الحشويه برضو نفس النظام، المفروض ان انا بنزلها. طب انا هنزلها ازاي؟ انا هنزلها بانظمه اللو كارب والصيام المتقطع، لان الدهون دي بتكون زياده، بتكون اوحش حاجه في الموضوع. ليه بتكون اوحش حاجه في الموضوع خصوصا الدهون الحشويه؟ لان ده اللي بيجيب الكوليسترول وضغط الدم ومقاومه الانسولين والدهون على الكبد والدهون على الكلى. دي اخطر حاجه. صيام متقطع، لو كارب، رياضه.